هذاك شوفوا، ذاك ابو البسطيه، شوفوا على الطريق الدولي. التحدي بقصة هذا الشخص يبيع بمكان ما بي زبائن دائمين ولا بي ناس مثله تبيع، هذا الطريق الدولي اللي يربط ما بين البصره بغداد. لذلك قررت انزل له واسولف وياه. انت تبيع بس على السيارات مو؟ اي والله. بس ساعة تقعد تبلش ابسط بالستة لوين؟ عزل بالسبعة العصر. طبعا اللي عجبني بيه واقف بمكان ما بي زبائن حقيقيين، لكن يعتمد على رزق الله، مسلم امره لله. والله هو الرزق على الله. ايه. واللي يقعد من الصبح بعد يحصل من الله ان شاء الله يحصل رزق. ما شاء الله. هسه انا اشوف السيارات ربك تجي. موزع الارزاق من الصبح ان شاء الله. هذا القفص راح اخذه. ركب 2000 على السكين عمي. احلى رقيه لحد ان طلعت. الحمد لله والشكر. كيلوات 5 ب 2000 وباذنجان علاقه ب 3000 كيلو. انا اللي يعجبني انه انت طالع وتشتغل على باب الله وكاسر هذا الروتين مال الناس اللي تقول ماكو شغل. مع العلم طالب سادس اعدادي. ايه. وعفت السادس من هذا الشغل. عفته. اي والله. ترجع له ان شاء الله؟ ان شاء الله. توعدني ترجع له واسوي لك فيديو. ان شاء الله رحم الله والديك. يا اخي تعجبني هيك ناس، ذول اللي يسوون اثر بالحياه.